ثواني بس انا بجيب النموذج اهو هعرضه لحضراتكم حالا. طيب، زي ما انتم شايفين ده حاجه اسمها نموذج تقييم تغذوي. يعني ايه نموذج تقييم تغذوي؟ بص، انا لما بخش الكلاينت بتاعي او البيشنت بتاعي لما بيخش المستشفى بيبدا يملى فورم معينه كده، البيانات الشخصيه بتاعته، اسمه، السن، العنوان، رقم التليفون، مش عارف الكلام الفاضي ده. بعد كده بيبدا يملى بعض البيانات زي مثلا مخاطر السقوط، يعني هل هو الراجل ده عنده خطوره للسقوط ولا لا. من ضمن الحاجات اللي بيملاها حاجه اسمها التقييم التغذوي. التقييم التغذوي ده مش الاسسمنت اللي احنا اتكلمنا عنه، ده نموذج حاجه تانية اسمها السكريننج. ايه السكريننج ده؟ ده نموذج لازم الكلاينت او البيشنت بتاعي يملاه اول 24 ساعه من دخول المستشفى. طب بيملاه ليه؟ عشان اعرف هو هل عنده خطوره في التغذيه ولا لا. يعني هل عنده خطوره ان هو يحصل له سوء تغذيه او لا. طب النموذج ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الشكل اللي قدام حضراتكم ده. النموذج ده موجود في كل مستشفيات وزاره الصحه. طيب، النموذج ده عباره عن ايه؟ اول حاجه بيقول لك فحص الفم. هل الفم ده جاف؟ هل الفم ده رطب؟ هل الفم ده مصاب؟ لو تلاحظوا جنب جاف ورطب في صفر، وجنب مصاب في واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل حاجه حضرتك هتختارها بياخد رقم معين على حسب التقييم اللي انت بتعمله. يعني لو الراجل ده عنده انفكشن، عنده اصابه، عنده عدوى في الفم، يبقى الراجل ده هياخد رقم واحد. طيب، بعد كده التاريخ المرضي، في قيء، غثيان، او صعوبه في البلع، او انخفاض الوزن. زي ما انتم شايفين، في هنا رقم واحد، هنا رقم اثنين، هنا رقم ثلاثه. فلو في انخفاض الوزن بدون رجيم يبقى كده هو ياخد رقم ثلاثه. ولو عنده الفم مصاب يبقى كده خد رقم واحد. فكده واحد وثلاثه يبقى كام؟ يبقى اربعه. فهنا تحت هنا بيقول لي درجه التقييم ده التوتال سكور بعد اما نملى كل البيانات دي. تمام. لو تلاحظوا البيانات دي سهله الملء. يعني لو انا مليتها مش محتاج حد متخصص، يعني انا مش محتاج واحد فاهم في التغذيه، يعني اي ممرض او اي دكتور ممكن يملاها بشكل طبيعي عادي. قصه مثلا ان هو بياخد تغذيه عن طريق الرايل او عن طريق الوريد، او بياخد تغذيه عاديه او اقل من المعتاد، او مش عارف ايه، دي مش محتاجه واحد متخصص في التغذيه عشان يحكم عليها. هيبقى باين يا اما من الملف بتاع العيان، يا اما لو التمريض هيبقى عارف. فاللي بيملى الفورم دي غالبا التمريض. ليه؟ لان هو اكتر واحد بيقعد جنب العيان وبيعرف كل حاجه عن العيان. فبالتالي عشان التمريض اكتر واحد بيعرف الكلام ده، فهيبدا يملى الفورم دي، يبدا يعدي على البوينتس دي. فالتمريض مش محتاج يبقى فاهم في التغذيه عشان يعرف ان هو بياكل التغذيه عن طريق الرايل او بياخد تغذيه ورديه، والكلام ده مش محتاجه. فبالتالي التمريض مش محتاج يبقى دارس تغذيه عشان يملى الفورم دي. طيب، احنا بنقول هنا درجه التقييم، بنحط هنا رقم التوتال. لو التقييم اكتر من 4 يتم ابلاغ الطبيب. لو الرقم السكور بقى، يعني مثلا لو طلع فم مصاب وهو بياخد تغذيه ورديه، كده السكور بتاع 4. تمام. طيب، فبالتالي لا، احنا محتاجين بقى اسنان كمان مفقود، او عنده مرض شيخوخه اكبر من 70 سنه، او في قيء وغثيان، او صعوبه في البلع، او انخفاض وزن بدون رجيم. فمثلا لو جمعنا سكور اكتر من 4، يبقى هيحصل ايه بقى؟ التمريض اللي بيملى الفورم ده هيبدا يكلم دكتور الحاله. يعني ايه دكتور الحاله؟ دكتور الحاله يعني إيه؟ احنا عندنا كل بيشنت بيبقى داخل تبع حاله معينه، تبع دكتور معين. يعني مثلا تبع دكتور الاورام، تبع دكتور الجراحه، تبع دكتور الانف واذن. فيبدا التمريض يكلم دكتور الحاله ويقول له والله انا عملت تقييم للتغذيه بتاعه الكلاينت او البيشنت ده، والسكور بتاعه طلع اكتر من 4، فمحتاجين نعمل له استشاره تغذيه. فنعمل استشاره التغذيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ورقه بيبقى مكتوب فيها من فوق حاله العيان. الدكتور مثلا الاورام بيكتب العيان اللي اسمه كذا 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 وحالته كذا 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 والمعامل بتاعته 1 2 3، عنده مشكله في التغذيه، شوفوه. تمام، ده باختصار اللي بيحصل. فيبدا الاستشاره دي تروح لقسم التغذيه. قسم التغذيه يبدا يمسك الفورم دي، ويبدا يروح واحد متخصص في التغذيه يبدا يعمل الخطوه الثانيه في التقييم اللي هي الاسسمنت. الاسسمنت اللي احنا اتكلمنا عنها بقى، يبدا يراجع الانثروبومتريك ميجرز، يراجع البايوكيميكال داتا، يراجع الكلينيكال اكزامينيشن، يراجع الدايت اسسمنت. تمام، يراجع الاربع نقط دول
عشان يبدا على اساسهم يحدد النظام الغذائي اللي احنا هنعمله، وهيبدا يحدد الاورال ولا انترال ولا برينترال، يبدا يحدد النقط المهمه اللي احنا هنشتغل عليها، وهنبدا نشتغل على البيشنت بتاعنا. تمام. فده باختصار السيستم بتاع المستشفى. بيبدا من التقييم التغذوي ده السكريننج، بعد كده الكونسلتيشن فورم او النموذج استشاره الطبيب، بعد كده اخر حاجه او النقطه الثالثه الاسسمنت، بعد كده هيبقى الدايت بلان، بعد كده المونيتورنج. يعني سكريننج، اسسمنت، كونسلتيشن. سكريننج الاول، كونسلتيشن، اسسمنت، بعد كده الدايت بلان، وبعد كده المونيتورنج، المتابعه، هنتابع العيان ده ازاي. تمام. طيب فده باختصار الايه، النقط اللي احنا بنتكلم عنها. طب تعالى نشوف نموذج مقترح للاسسمنت. طيب. طيب تعالى بس نعيد الجزء ده تاني عشان لو فصل عند حد. احنا قلنا ده شكل النموذج بتاع الاسسمنت. النموذج ده احنا زي ما احنا اتفقنا هو بيتملي كل اسبوع. النموذج ده بيتملي كل اسبوع، بيحتوي على بيانات العيان. احنا قلنا السيستم بتاع المستشفى بيبقى عامل ازاي. اول خطوه عملناها اللي هي السكريننج اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. تاني خطوه بتتعمل اللي هي التمريض يبدا يكلم الدكتور بتاع الحاله، يقول له يا دكتور الحاله في مشكله 1 2 3، ان التقييم بتاع الراجل ده طلع اكتر من 4، فبالتالي هو عنده خطوره ان هو يكون عنده سوء تغذيه، فمحتاجين اخصائي التغذيه يجي يبص عليه. تمام. طيب دي تاني خطوه. ثالث خطوه يبدا الدكتور يكتب نموذج استشاري الطبيب، يبدا يوصف الحاله. البيشنت ده عنده 1 2 3، ومعامل بتاعته 1 2 3، والتحاليل والمتابعه بتاعته. فلو سمحت يا دكتور التغذيه تعالى شوف. فيبدا حد من اخصائي التغذيه اللي موجود في قسم التغذيه يروح يشوف الحاله ويعمل تاني خطوه اللي هي الاسسمنت. الاسسمنت عن طريق النموذج ده زي ما احنا اتفقنا. خلينا كده نعيد البيانات بشكل سريع. الاسم، بعدين الوزن والطول، الميديكال ريكورد بتاعه اللي هو رقم العيان في المستشفى، البي ام اي، التاريخ بتاع النهارده، والادميشن ديت، تاريخ دخول الكلاينت او البيشنت بتاعي للمستشفى. لان ممكن يكون البيشنت ده بقاله شهر او اكتر، مش لازم يكون اول ما دخلت استلمت انت على طول. ممكن يكون كان حالته عاديه بدا يسوق، كان في دور بدا يخش الاي سي يو، وهكذا. ممكن يكون عنده حساسيه من حاجه معينه نبدا نكتبها. الدايجنوزس اللي هو المشكله الاساسيه، لا ده هو عنده مرض سكر، عنده اورام، عنده ضغط، عنده كذا عنده كذا. الهيستوري، الباست ميديكال هيستوري، المشاكل بقى، لسته المشاكل اللي عنده. مثلا عنده كذا وعنده كذا وحصل له مشكله كذا، تفاصيل اكتر. السوشيال هيستوري زي ما احنا قلنا ممكن يكون كان في المستشفى او كان بره المستشفى، وكان عنده اصلا سوء تغذيه. الناس، معظم الناس كبار السن قوي دول بيبقوا قاعدين لوحدهم ما بيعرفش ياكلوا كويس، فهو بيبقى جاي بسوء التغذيه حتى لو لسه داخل المستشفى. عكس ما يكون شاب صغير عايش في ايه وسط اهله عادي، فبالتالي ممكن يكون حالته احسن لان هو بياكل بشكل احسن فما عندوش سوء تغذيه. المشكله اللي في التغذيه الاساسيه التارجت تشالنج. احنا عايزين نعمل ايه في خطه التغذيه؟ يعني عاملين خطه التغذيه دي ليه؟ بعد كده بنعمل اسسمنت وري اسسمنت. زي ما احنا قلنا كل اسبوع بنملى الفورم ده. بنبدا نشوف الويت والبي ام اي والدايت. الويت والبي ام اي بتاعه بيتحسن ولا بيسوء، هو بيتخن ولا بيخس. وبعد كده بنشوف الدايت بتاعه، هل هو كان اورال وقلب انترال فكده حالته بتسوء، لا انترال ولا اورال يبقى كده حالته بتتحسن، وهكذا. تمام. بعد كده بنبدا نشوف حاجه اسمها ريفيو سيستم. يعني بنبدا نشوف الايه كل الاجهزه الحيويه في جسمه. نشوف السي في بي. السي في بي يعني سنترال فينس بريشر، يعني ده بيعكس حاجه اسمها الفلويد اوفرلود. يعني ايه الفلويد اوفرلود؟ يعني انا لو انا مدي جسمي كميه سوائل كتيره، يعني لو انا باخد برينترال نيوتريشن، مركب حاجه اسمها سنترال لاين اللي هو الوريد المركزي اللي داخل جوه السوبيريور فينا كوب. فالوريد المركزي ده عشان هو داخل جوه السوبيريور فينا كوفا، فبالتالي انا واخد فيه فلويدز كتير قوي، فهتلاقي سنترال فينس بريشر، يعني الضغط في الوريد المركزي ده كتير، فبيعلي الضغط في الوريد المركزي. ودي حاجه مش حلوه، يعني المفروض تبقى في رينج من 6 ل 12. لو عليت على 12 يبقى كده انا في فلويد اوفرلود، يعني انا مدي سوائل كتير، فلويدز كتير قوي. تمام. طيب تاني حاجه الهارت ريت، معدل ضربات القلب، ده ممكن برضو يزيد او يقل لو في بعض الحالات زي مثلا
حالات الفيفر، يعني احنا في نقطه برضو الفيفر او الايه التمبريتشر، درجه حراره الجسم. في حاله العدوى هتلاقي ان في فيفر، تعرف ان في عدوى، وبالتالي ده بيغير بعض العناصر اللي احنا ممكن نديها له. يعني مثلا في بعض الدكاتره ما تفضلش الدهون اثناء الايه العدوى. تمام. طيب الهارت ريت اللي هو معدل زياده ضربات القلب. ضربات القلب دي كل برضو ما يكون في فلويدز اكتر هتلاقي الهارت ريت بدأ يزيد. البلاد بريشر برضو من الحاجات المهمه عشان نعرف هل في مشكله معينه في عضو معين، او في مشكله في القلب او كده. تمام. فده كده بالنسبه ايه للفيتال ساينز اللي احنا بنقيسها العاديه. طيب الريسبيراتوري تراكت في اي مشكله؟ هل في اسبيريشن؟ اسبيريشن يعني بدا الاكل اللي بيديه انترال بدل ما يخش على الجهاز الهضمي بدا يخش على الجهاز التنفسي. فطبعا دي بيحصل مشكله كبيره، وممكن يعمل انفكشن، وممكن يعمل يعني التهابات رئويه. فبالتالي ممكن يوقف الانترال، يعني ممكن نضطر ان احنا ما نعرفش نديله انترال لو في اسبيريشن. هو على فنتليتور ولا لا، فنت يعني هو على فنتليتور ولا لا، يعني هو عنده مركب جهاز تنفس صناعي. جهاز التنفس الصناعي ده من المشاكل اللي احنا برضو ممكن تقابلنا، ان هو بيسبب ضغط على العيان، زائد ان هو بيضطر ان احنا نديله حاجات باسط العضلات. فبواسط العضلات دي بتقلل معدل الحرق في الجسم، بتعطل حركه العضلات. تمام. بالتالي دي مش من الحاجات المفضله. فبالتالي هو لو على فنت ده بيبقى يعتبر من الحاجات الاسترس، من الحاجات السيئه. وده بيعكس حاله سوء التغذيه. يعني هو لو على فنت يبقى عضلات الجهاز التنفسي بتاعته مش شغاله كويس، فالرئه مش عارفه تاخد شهيق وزفير، يبقى كده عضلاته فيها مشكله، يبقى عنده سوء تغذيه. فبالتالي نبدا نهتم بالتغذيه. زائد ان هو لو على فنت يبقى هو الجهاز التنفسي بتاعه مش شغال كويس، فقابليته لخروج الكربون دايوكسيد اقل، فممكن يحصل له اسيدوزس. فبالتالي هنضطر نقلل الحاجات اللي بتكون كربون دايوكسيد زي الجلوكوز. احنا كلمه فينت دي بس احنا ايه بدانا نطلع منها نقط كتيره جدا زي ما احنا اتفقنا. طيب الجهاز الهضمي حد في حاجه مش في حاجه مش واضحه في الحاجات اللي احنا قلناها؟ انا بقول سريعا عشان يعني التفاصيل كتير، فانا بحاول اقول سريعا، بس لو في اي نقطه مش واضحه حضراتكم ممكن تسالوا. الكلام اللي انا قلته ده مفهوم ولا في حد مش فاهم في حاجه؟ في اي جزء من اللي انا بقوله ده مش مفهوم؟ طيب الجي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي. تمام زي الفل. طيب الجهاز الهضمي فيه مثلا نوزيا فوميتنج، ان في يعني نوزيا وفوميتنج، في ضياريه. النوزيا فوميتنج ده ممكن برضو من الحاجات اللي تعطل ان انا ادي اكل عن طريق الانترا نيوتريشن، لان لو في نوزيا او فوميتنج فده ممكن يحصل اسبيريشن. بالتالي ممكن لا اما ادي بشكل معين، لا اما اقطع اصلا الانترا خالص. الضياريه برضو من الحاجات اللي ممكن، لو ضياريه شديده جدا ده ممكن يعمل ديهايدريشن، ممكن يعمل فلويد امبالانس، ممكن يعمل الكترولايت امبالانس، ممكن يؤدي ان انا ما اديلوش انترال، لان انا لو اديت له انترال وعنده ضريبه شديده جدا وما بتقفش فكده معناه ان انا بديله التغذيه وبتقع، فبالتالي انا مش هستفيد حاجه. تمام. في كونستيبيشن برضه، يبقى في ايه الدنيا مقفوله عندي، بالتالي ايه مش هعرف اديله تغذيه بشكل سليم. في جرد يعني في ارتجاع، في جازس، فالجرد ده ممكن يعمل التهابات، ممكن يعمل مشاكل في الجهاز العصبي. الجازس انتفاخات اوبستراكشن، في انسداد. معظم الحالات اللي فيها اوبستراكشن ده غالبا ما بتبقاش نافع ان احنا نديها انفل، وبالتالي هنضطر نديها بارنتال. تمام. في اسايتس، الجسم معبي ميه فبالتالي في اسايتس، فبالتالي هنعمل فلويد ريستريكشن، وانت بتدي الفورمولا هتقلل كميه السوائل اللي انت بتديها له. في انوركسيا، في فقدان للشهيه. الاورال، الاورال بتاعه كافيتي عامل ازاي، ولو في مشكله انفكشن، في عدوى، في فنجاي، في التهابات في الفم، فبالتالي ده ممكن من الحاجات اللي تعطلني ان انا اديله اورال، او اضطر ان انا اديله اورال بشكل معين، اديله اكل مهروس، حاجات كده. طيب السكن، الجلد بتاعي الملمس بتاعه، لان احنا قلنا في نقص بعض الفيتامينز ممكن يعمل تشققات في الجلد، ممكن يعمل مشاكل في الجلد. فالتكستشر هل هو تمام؟ السكين فولز، السكين فولز اللي هي تنايا الجلد، لو في تنايا في الجلد يعني الجلد متني كده، يبقى كده ايه، انا في سمنه. تمام، يبقى في سمنه.
لكن لو هو نحيف فمش هنلاقي الفولدز دي موجوده. الكالر، سكين كالر، ساعات في بعض المشاكل الصحيه اللي بتسبب اسمرار في الجلد، زي مثلا الانسولين ريزيستنس مثلا، دي بتسبب اسمرار، بيبقى في هنا اسمرار، وهكذا. ممكن في بعض الامراض بتطلع بقع، نقص بعض الفيتامينز بتطلع بعض البقع على الجلد، فنبدا نشوف هل في بيجمنتيشن، في لون معين في الجلد او لا. تمام. بعد كده بنشوف الفلويد بالانس. جنرال بنشوف الستريس ليفل، هل هو عنده ستريس ولا ما عندوش، عنده مرض شديد ولا ما عندوش، ولا هو مجرد عيان فضول، في كوما ولا هو اوير، يعني هو كوماتوز ولا هو صاحي. فلو كوماتوز ده غالبا مش هيبقى ينفع اورال، لازم نديله انترال او بارنتال. طيب لو في اديمه برضه جسمه عبد ميه، وسبب الجسم عبد ميه ليه، بنشوف الايه، الشعر والضوافر والعينين، لان ممكن يحصل سقوط في الشعر، مشاكل في الضوافر، اصفرار في العينين، وهكذا بعض الاعراض اللي ممكن تظهر. البول بتاعه، كميه البول، وهل بيخرج بول بشكل كويس ولا لا. الماسلز بتاعته، هل هي حاله العضلات بتاعته كويسه او لا. تمام. طيب بعد كده في بعض الميديكيشنز اللي مكتوبه تحت اللي ممكن تاثر على التغذيه، زي الدايوريتكس، مغيرات البول. لو هو بياخد بوتاسيوم، دواء بوتاسيوم لاي سبب. لو هو بياخد ملينات، يعني سواء بيفقد من الجهاز الهضمي او بيفقد من الجهاز البولي، يعني دايوريتكس واللاكزيتيفز. الانسولين، البوتاسيوم، الحاجات دي طبعا متعلقه بالتغذيه، لو هو بياخدها عشان نعرف هل هي هتاثر على خطه الغذاء بتاعتي ولا لا. اخر حاجه بنشوف بقى الفورمولا الحاليه اللي هو بياخدها، بياخد كارب قد ايه، فات بروتين، وهو بياخدها اورال ولا انترال ولا بارنترال. تمام. وفلويدز والكترولايتس وتريس اليمنت فيتامين الدنيا، هل بياخد مالتي فيتامينز او حاجات معينه ولا لا. تمام. اخر حاجه بنكتب هنا بقى الكير بلان بتاعتنا. يعني انا على اساس المعلومات اللي اتقالت دي، فانا بريكومند ان البيشنت ده يحصل له 1 2 3، او نعمل معاه 1 2 3. وبحط خطه، والله ده الالكترولايتس بتاعته مش متظبطه، فانا محتاج امونيتور الالكترولايتس كل يومين او كل يوم. السكر بتاعه مش متظبط، فمحتاجين نظبط السكر. لا الراجل ده في ستريس فمحتاج هاي بروتين. ابدا اكتب النقط، سواء الدايت بلان. الدايت بلان معناها في الايه، في الكلينيكال، يعني الروت، سواء اورال او انترال او برنترال. الريكوايرمنت، محتاج قد ايه كارب، فات، بروتين، فيتامينز، مينرالز. تمام. وبعد كده المونيتورنج سيستم، يعني انا هتابع ايه كل قد ايه. تمام. فده الكير بلان بتاعتنا، لو في اي نوتس برضه نكتبها هنا. فده نموذج من الاسسمنت. والنموذج ده انا كنت واضعه في المستشفى، بس زي ما قلت لحضراتكم، لو انت شغال عدد قليل في المستشفى، عشان تملى ده كله هياخد وقت. فهو ده المفروض بتملاه كل اسبوع. طيب لو انا ما عرفتش املاه، يبقى انت ممكن تعمل شكل ابسط منه. يعني ده نموذج يعتبر كامل في كل التفاصيل. انا شايف ان انا في تفاصيل انا مش محتاجها، ابدا اشيلها. انا في تفاصيل محتاج ازودها، ابدا ازودها، وهكذا. طيب تعال نشوف نموذج تاني للمتابعه اليوميه. ثواني كده اجيب لحضراتكم نموذج تاني عشان المتابعه اليوميه. الديلي بقى مونيتورنج ده احنا قلنا ده بيتملي كل اسبوع. لا انا في نموذج تاني هيملاه، ممكن املاه كل يوم. ليه؟ في بقى المعامل، في نقط معينه تغيرت، لان انا مش هعدي على العين كل اسبوع. لا، يعني في بعض العيانين انا ممكن اعدي عليهم كل يوم. تمام، على حسب حاله بتاعه العين. انا هوري حضراتكم دلوقتي النموذج الثاني لايه، للشغل اليومي. طيب. النموذج ده بملاه بشكل يومي. طيب او ده احنا كنت بشتغل بيه، يعني انا مش ده مش اجبار على حضراتكم. ده ممكن حضرتك انت شايف ان انا عايز اطبق بشكل معين، عايز اعدل عليه، عايز ازود حاجات، عايز انقص حاجات، فايه عدل زي ما انت عايز. طيب احنا بنكتب الاسم برضو، الميديكال ريكورد، الالرجي، الادميشن ديت، الروت. بعد كده ده الفيتال ساينز. تمام. ودي متابعه الفيتال ساينز يوم الاثنين الرابع لحد 7 ايام. دي المعامل. ده الاول النيوتريشن، النيوتريشن والفلويد بالانس. يعني هو بياخد كولويدز، اللي هي مثلا بياخد الكولويدز زي الالبومين، او الهيتا ستارش، او الهيتا ستريل، اللي هو الحاجات بلازما اكسباندر. زي ما لو حد عنده نزيف ولا حاجه بيديله حاجه اسمها بلازما اكسباندر عشان كشكل تعويض. تمام. الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، بياخد الحاجات دي ولا لا. وفلويدز
بشكل عامل ازاي. تمام، زي ما احنا بنقول تايب اند ميلز، يعني بياخد ايه من الحاجات دي وكم ملي، عشان نشوف التوتال مليز بتوعها بياخد مليهات قد ايه، عشان نشوف الفلويد بالانس هو بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. طب بياخد تغذيه، التغذيه بياخد الكارب فات بروتين، المليز بتاعتها قد ايه والجرامز بتاعتها قد ايه. ده انترال وفي هنا انترال او اورال، يعني ممكن يكون واحد بياخد كذا روت، اورال وانترال وبرنترال عادي. فلو بياخد محاليل معينه مثلا، احنا بياخد اورا بياخد انترال، بس قلنا هنعلق له محلول بروتين زياده. تمام، بياخد اورال، بس احنا قلنا هندخل له جرعه انشور زياده. تمام، فنبدا ايه نكتب البرنترال والاورال والانترال، نكتب اي حاجه. نكتب هنا بقى بياخد رايل ولا بياخد كل قد ايه وكم ملي، ونكتب لو بياخد مثلا انشور او الجروث فورمولا اللي هي المكملات اللي ممكن تاخد عشان تحسن حالته. نكتب هنا الاوتبوت، اليورين بتاعه بيعمل فوميتنج لو في ترجيع. ساعات الترجيع ده بيبقى لو هم مركبين رويل بيرجع في ايه في شكل محسوب، يعني بيرجع في حاجه ممكن نقيس هو بيرجع قد ايه. فلو نتقاسم نشوف القياس بتاعها وبعدين نشوف الفلويد بالانس. فده شكل ايه للمتابعه اليوميه، احنا ممكن نتابع بالتغذيه بتاعتنا. طيب، هقول لحضراتكم برضو شكل تاني من شكل قياس المعامل، شكل ثالث لقياس المعامل في المستشفى. تمام كده. طبعا دي نماذج انا بقترحها على حضراتكم، وده نموذج ايه انا كنت مطبقه في المستشفى. بس حضرتك ليك حريه الاختيار لو انت عايز تعدل زي ما احنا قلنا، او تضيف او تشيل. طيب ده المعامل اللي احنا كنا بنقيسها زي ما احنا قلنا ديلي، بنقيس بشكل يومي الايه الصوديوم والبوتاسيوم المغنيسيوم الكالسيوم، والكالسيوم الايونايزد كمان. الكدني فانكشن بنقيس اليوريا والكريات، الليفر فانكشن البيليروبين والال تي والاس تي، ممكن الالكلاين فوسفاتيز. البروتينز بنقيس التوتال بروتين والالبومين. الليبيد بروفايل بنقيس الترايجليسرايدز والكوليسترول والاتش دي ال والال دي ال، الاي تي جي، الاكسجين ساتوريشن. الحاجات بتاعت الدم اللي هو السي بي سي، او لو في سيوله الاي ان ار والبي تي تي والبي تي. تمام، البلاد جلوكوز، السي ار بي ده بروتين بيعلى في حاله الانفكشن، حاله الانفلاميشن، فلو زياده في زياده رقم الزياده زياده فنقول كده ممكن يكون في ريسك انفلاميشن او انفكشن. اليوريك اسيد ده بيعكس لو انا باكل بروتين كتير بيبدا يزيد اليوريك اسيد، وبالتالي ده بينديكيت ان انا معلي البروتين للكلاينت ده او البيشنت ده. الاوزمولاريتي بعد كده ايه الفارماسيستاين. ده كان دوري بقى ان انا ايه اخلص الكلام ده وابدي ان الكلام ده تمام. ده كان شيت اللاب مونيتورنج. دي اهم المعامل اللي انت ممكن تحتاجها في المستشفى. زي ما قلت لحضراتكم ده شكل يعني ايه مقترح، وممكن حضراتكم اللي عايز يعدل او عايز يزود او عايز يعدل مفيش مشكله. ممكن يعدل زي ما هو عايز. احنا كده غالبا ايه خلصنا الجزء ده.